السلام عليكم. اللي منكم قرأ مانجا برزيرك أكيد عارف شخصية جريفيث، أيقونة الشر في عالم المانجا وأكتر شخصية معقدة ممكن تشوفها. في الفيديو ده هنحلل شخصية جريفيث من كذا منظور عشان نعرف هل جريفيث مذنب ولا ضحية. ما شفناش في القصة كتير عن طفولة جريفيث غير إنها كانت طفولة صعبة، بحيث إنه نشأ واتربى في الأحياء الفقيرة وسط عامة الناس، وكان دايما معجب بالقصر الملكي وحياة النبلاء ونفسه دايما انه يكون منهم. ومن هنا اتكون واتبنى حلم جريفيث اللي هيعيش ويكبر معاه وهيفضل طول القصه يحاول يحققه. جريفيث كان عنده حلم ان هو يكون الملك، وان يكون ليه مملكته الخاصه والقصر الملكي يكون بتاعه، ويعيش الحياه الراقيه اللي كان بيتمناها بعد تربيته في الازقه والشوارع. وده خلى جريفيث عاوز يحقق حلمه مهما كان الثمن او التكلفه. ما شفناش خلفيه ازاي جريفيث جمع فرقه الصقور، ولكن من الواضح انهم كانوا اولاد فقراء من العامه، فمنهم اللي كان لص ومنهم اللي كان شغال في سيرك. وجريفيث جمعهم كلهم تحت رايه واحده وهدف واحد، انه يكبر ويزداد في المكانه لحد ما يصبح هو زوج للاميره ويبقى هو الملك. وفي المقابل افراد فرقه الصقور هتزداد مكانتهم الاجتماعيه وهيكونوا محاربين عظماء مفيش فرق بينهم وبين النبلاء. وجريفيث عاهد افراد فرقه الصقور انهم يسلموا حياتهم وانهم يضحوا بحياتهم حتى لو تطلب الامر من اجل الهدف الاسمى وهو تحقيق حلم جريفيث. وشفنا برضو ان جريفيث مش مهتم بشكل كبير لاعضاء فرقه الصقور، زي لما خلى كاسكا تنام مع جاتس في بدايه ارك الجولدن ايج عشان تخفض من درجه حرارته لما كان عنده حمى، وبرضه لما خلى جاتس يروح عشان يغتال اخو الملك، وجاتس ما ترددش وقال له انه مستعد يعمل اي حاجه عشانه. ودي كانت نقطه مهمه جدا هنرجع لها بعدين. لما جاتس وكاسكا سمعوا جريفيث وهو بيتكلم مع الأميرة شارلوت في الحفل، لما جريفيث قال إن مفيش حد من فرقة الصقور بيعتبره صديق حقيقي ليه، لأن صديقه لازم يكون مساوي ليه وعنده حلمه الخاص اللي بيسعى لتحقيقه. في الحقيقة إن جريفيث ما كانش يقصد الكلام ده فعلا، الحقيقة إن جريفيث كان بيعتبر جاتس هو صديقه بل أعز أصدقائه، وكان بيعتبر فرقة الصقور هم عيلته اللي لم يحظى بيها في طفولته. ولكن جاتس ما كانش يعرف الكلام ده، وده اللي خلاه إن هو يقرر إنه يسيب المجموعة ويمشي. وهنا جريفيث جن جنونه، لأن حس إن حلمه في خطر. جريفيث كان شايف إن حلمه مستحيل يتحقق لو جاتس مش معاه، وده لان جاتس تقريبا هو الوحيد اللي مساوي لجريفيث في القوه. وهنا جت البلوت، ان لما جريفيث قرر انه ينازل جاتس وجاتس هزمه في النزال، جريفيث حس لاول مره بالضعف وقله الحيله. جريفيث حس ان حلمه كله بينهار بعد ما جاتس هزمه وكسر سيفه وساب المجموعه ومشي، وده اللي خلى جريفيث يبقى مش في حالته الطبيعيه وخلاه انه يروح ويتعدى على الاميره شارلوت. ولما الحرس الملكي جم يقبضوا عليه، جريفيث كان مكتئب لدرجه ان هو ما حاولش حتى ان هو يقاومهم. بعد ما اتقبض على جريفيث وقعد الجلاد يعذب فيه، كان كل اللي بيدور في بال جريفيث هو ازاي ان جاتس كان هو الوحيد اللي قدر يخلي جريفيث ينسى حلمه، وازاي وصل بيه الحال لما هو عليه. حلم جريفيث اتدمر مره واحده قدام عينيه، وبقى من المستحيل ان هو يقدر يحقق حلمه. ومر حوالي سنه وجريفيث في السجن، وكل يوم بيتعذب بابشع الاشكال. الجلاد قطع لسانه وسلخ جلده وشوه وشه، وفضل على هذا المنوال لحد ما جه اليوم اللي جاتس ومجموعه راحوا فيه عشان يحرروا جريفيث. واول لما جريفيث شاف جاتس على طول مد ايده وحاول ان هو يخنق جاتس، ودي كانت رمزيه على ان جريفيث بيلوم جاتس ان هو كان السبب في اللي حصل له، مع ان جاتس مشي وساب المجموعه بسبب الكلام اللي جريفيث قاله للاميره شارلوت، وما كانش يعرف ان جريفيث ما كانش يقصد الكلام ده. بعد ما جريفيث بيتحرر وبيشوف ان جاتس وكاسكا في بينهم علاقه، جريفيث بيغير من جاتس وبيحاول يعتدي على كاسكا عشان ينتقم منه، ولكن جسمه الضعيف والهزيل اللي تم اهلاكه خلال السنه اللي كان بيتعذب فيها ما كانش مساعده، وده اللي خلاه ان هو يحس بالضعف والعجز اكتر واكتر. وبيقرر جريفيث بعد كل اللي حصل ليه ان خلاص حياته ما بقاش ليها لازمه، وبيقدم على الانتحار عشان يتخلص من المعاناه اللي هو عايش فيها. ولكن حتى الانتحار بيكون صعب عليه وما بيقدرش ان هو ينفذه. ولما خلاص جريفيث بيكون فاقد للامل وفي قمه اليأس، بيلاقي البهلة، والبهلة بتتفعل، وبنشوف للحظات ان جريفيث مش عاوز جاتس يقرب منه لانه عارف انه هيتأذي. وبعد ما اعضاء اليد الشيطانيه بيحاولوا يقنعوا جريفيث ان هو يضحي، بيخلوه يشوف كل حاجه مر بيها ويفتكر حلمه اللي اتدمر وكم من الناس اللي ضحوا بحياتهم عشان حلمه، وبيفتكر لما جاتس قال له انه مستعد يعمل اي حاجه عشانه. وهنا جريفيث بيقرر انه يضحي برفاقه وعيلته الوحيده سبيل تحقيق حلمه، وعشان كل الناس اللي ماتت وهو في طريقه لتحقيق حلمه. وجريفيث بيتحول لفيمتو، العضو الخامس من اعضاء اليد الشيطانيه. وبعيدا عن انانيه جريفيث وقراراته، اللي بيخليه مذنب اكتر واكتر هو تعديه على كاسكا عشان ينتقم من جاتس ويحسسه بالضعف وقله الحيله اللي هو حس بيها بعد هزيمته على التل.
بعد الكسوف بسنتين وتحديدا في نهاية أرك الإدانة بنشوف إن جريفيث بعد ولادته من جديد بيروح لجاتس عشان يشوف هل قلبه لسه فيه مشاعر تجاهه ولا لأ، ولما بيلاقي إنه خلاص قلبه ما عادش متعلق بجاتس ولا كاسكا بيبدأ جريفيث رحلته لتحقيق حلمه بمساعدة نوسفيراتو زاد وشياطين الحرب والأبوسنز التانيين. في الحقيقة إن جريفيث ما اتغيرش، جريفيث كان دايما عنده فلسفة أنانية وكان دايما شايف إن مش مهم التضحيات اللي هنعملها في سبيل إن إحنا نحقق هدف. ويمكن اللي غير من جريفيث شوية هو رغبته في الانتقام من جاتس اللي هو كان شايف إن هو السبب في تدمير حلمه، ولكن جريفيث خلاص داس على قلبه وقرر إن يكرس حياته في سبيل تحقيق حلمه، ولكن ده ما يمنعش إنه بين الحين والآخر يحاول إنه يكسر جاتس. في النهاية أنا شايف إن جريفيث مذنب بسبب طريقة تفكيره الأنانية، مذنب بسبب حقده على جاتس ولومه ليه إنه دمر حلمه وحياته من غير حتى ما يسأله هو عمل كده ليه. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة. عرفوني إيه رأيكم تحت في الكومنتس، وما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو وسبسكرايب لو حابب تشوف فيديوهات أكتر. وده فيديو مراجعة مانجا برزيرك، شوفوا من هنا لو ما شفتوش هيعجبك جدا. وبس كده، سلام.